السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في استعداد لمباراة التعليم. إذن سنبدأ مع اللغة العربية. إذن أول شيء ونعرف حول الكلام. إذن لدينا أول شيء وهو الكلام. هذا الكلام يتكون، إذا الكلام كيتكون من ثلاثة الأشياء: من الاسم والفعل وكذلك الحرف. إذن الكلام يتكون من اسم وفعل وكذلك الحرف، وهذا الاسم وهذا الفعل، إذا الاسم زائد الفعل زائد الحرف كيكوننا جملة، بالتالي كتكون واحد الجملة. إذن الجملة، إذن هناك نوعين من الجمل. إذا لدينا نوعين من الجمل، إما أن تكون هناك جملة اسمية أو جملة فعلية. إذا كاين جوج ديال الأنواع ديال الجمل، كاين الجملة الفعلية وكاين الجملة الاسمية. هذه الجملة الاسمية، إذا كنعرفوا على الجملة الاسمية أنها كتكون من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. إذا الكلام قلنا أنه يتكون من اسم وفعل وحرف. غادي نجيو بالتفاصيل من بعد حول كل شيء. وهاد الثلاثة اللي جمعناهم بثلاثة يعطيونا جملة، وهاد الجملة إما كتكون جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وإما كتكون جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل. الآن سنتحدث حول أقسام الكلام. إذن ما هي أقسام الكلام؟ إذن باش نشوفوا أقسام الكلام، هناك كما قلنا 3 أنواع. إذن كاين الاسم وإما الفعل وإما الحرف. الاسم مثلا، الاسم من أقسام الكلام. قلنا هناك الاسم، اسم مثلا اسم مريم، أو يكون هناك هذا الاسم يكون فيه تنوين، أو مثلا شعر، أو ألف ولام، يعني يكون القرآن مثلا. إذن هناك هذو يعتبران من الأسماء. بينما الفعل، هذا الفعل قد يكون، إذن هذا الفعل قد يكون فيه جوج ديال الحوايج: إما يكون فعل ماضي، إما كيكون فعل ماض، أو فعل مضارع. إذن إما كيكون فعل ماض أو فعل مضارع. إذا الفعل المضارع باش كنعرفوه كنزيدو له السين أو سوف، وبينما الفعل الماضي باش نعرفوه كنزيدو له التاء التأنيث، تاء التأنيث الساكنة. إذا كنزيدوه تاء التأنيث. إذا تاء التأنيث مثلا، نعطيو مثال: سين مثلا أكل، سوف أأكل، سوف أأكل. يعني هنا غادي تكون في المضارع، سوف أأكل، يعني الآن. ذهب، قد ذهب، يعني هنا في الماضي كنعرفوه بقد أو قد ذهبت. وهنا كنميزو ما بين فعل الماضي وفعل المضارع. بينما الحروف هي معروفة: إما في، عن، بي، ك، إلى غير ذلك. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.